بيكم مشاهدين الأعزاء. النهاردة هتكلم على رمز معظمنا بنشوفه، هو رمز الجواز. كلنا بنحلم إننا أو معظمنا بتجيله رؤية إنه بيحلم إن هو بيتجوز أو شايف نفسه في فرح. طبعا بنصحى من النوم مبسوطين ونقول هو ده الفرح قرب ولا إيه؟ لا، بس استنى شوية، هو الحلم ده فعلا بشارة زواج، وكمان له معنى تاني خفي ومحدش واخد باله منه. خليني اقولك على السر. الزواج في المنام مش مجرد فستان ابيض او عريس وسعادة وفرح، لا، هو في عالم الرؤى والاحلام. آه بيبقى تفسيره على حسب حال الرائي. لو العروسة مش باينة او العريس مجهول، فده مش دايما بيكون خير، ممكن يكون انتقال من مرحلة جديدة. بس مش هتكون سهلة، يعني هننتقل من مرحلة لمرحلة تانية. طب بالنسبة للعزباء، ممكن يكون الحلم لها بإشارة بالفعل، لكن كمان ممكن يكون تحذير من اختيار غلط لها، يعني بيجيلها بمثابة استخارة أو كشف منامي. لو شافت العريس كان شكله غريب أو كبير في السن، ده معناه انك انتي هتكوني داخلة على مسؤولية مش مستعدية لها، ولازم تفكري كويس في الاختيار. طيب بالنسبة لو هي متزوجة، بالنسبة للمتزوجة مش معناها خالص ان جوزها انها تتجوز او هتسيب جوزها، لا، بيبقى في علم الرؤى بيكون له رموز بتدل على تغيير في حياتك الزوجية، بيدل على استقرار، يا اما مشكلة هتتجدد. طبعا تفسيرها على حسب سياق الرؤية. لو هي متزوجة ومنتظرة حمل، بشرى لها بحمل، بيدل كمان على انها هتتحمل مسؤولية فيها انشغالات، ممكن ما يكونش حمل وممكن مسؤولية هيكون فيها انشغالات. لكن بالنسبة للمطلقة أو الأرملة، ده في الغالب بيكون بشارة لها فرصة جديدة لها بالزواج، أو تعويض بأن ربنا هيجبر بخاطرها بشخص هيكون كان هيرجع لها تاني، كان في الماضي وهيرجع من تاني، أو فقدان شخص كانت مفتقداه وهيرجع تاني في حياتها. لكن لو الراجل حلم انه بيتجوز، ده معناه الزوجة بتبقى قلقانة وخايفة من التفسير، لا، هي بتبقى خبر حلو له او رسالة حلوة له. ده معناه انه هيشتغل في منصب او مسؤولية. حتى لو عنده ديون جاية، لو الزوجة كانت مجهولة، يعني لو الزوجة كانت مجهولة، ده بتبقى رسالة انذار ان ممكن يكون في دين او مشكلة هتزعله الفترة الجاية. لكن الزوجة لو شايفها، دي بتبقى بشرة له بعلو في المنصب، زيادة رزق له، زيادة خير له. طيب لو احنا هنا في هنا بقى كمان رموز بتبقى خطيرة قوي لازم ننتبه لها. اخطر حاجة في حلم الزواج او في المنام اللي شفتي في الزواج، لو الفرح فيه طبل او رقص وزغاريد، يبقى هنا المنام جالك رسالة، خلي بالك، دي مش بشارة، دي علامة على هم أو قرف أو حتى حزن أو كرب جايلك لا قدر الله. لكن لو الفرح هادي من غير صوت ومن غير مظاهر فيها أغاني ورقص، ده بيدل على خبر سر، فيه سكينة، بداية حياة جديدة هادية. في المرة الجاية لما تحلم بزواج، ما تفرحش على طول، حلل وافتكر التفاصيل واربطها بحياتك، وحلمت بإيه. اكتب في التعليقات وانا هقولك المعنى الحقيقي، يمكن يكون حلمك عمرك ما شفته، او رسالة مستنيها ربنا بعتها لك، فك شفرة فيها بشارة او انذار. منتظرة رؤياكم في الكومنتات وان شاء الله هفسرها لكم.